مشاهدينا أهلا بكم. أشياء كثيرة تغيرت في مصر بعد 25 يناير الماضي، وهذا ما جعل لشهر رمضان هذا العام مذاقا مختلفا حسب ما يرى المخرج السينمائي المصري خالد يوسف الذي التقيته في القاهرة، وتحاورنا عن السياسة وعن السينما وعن قوائم الفنانين السوداء وأيضا عن فيلمه الجديد كف القمر. والله يعني زي ملايين المصريين ما بيقضوا رمضان، يعني دايما بتبقى في طقوس عائليه، دايما بيقول لك رمضان بيحب اللمه، دايما العائلات بتتلم في الفطار، وطول الوقت عمرك ما بتفطر لوحدك في رمضان، طول الوقت يا اما انت معزوم يا عازم يا معزوم يا عازم. الشهر ده بقى هيبقى مختلف لانه هو اول شهر رمضان بعد الثوره. يمكن نبقى مضطرين ننزل الميدان، نبقى نفطر في الميدان ونتسحر في الميدان ونتظاهر في الميدان، يعني يمكن هيبقى في طقوس مختلفه شويه. خالد يوسف، المخرج خالد يوسف، على الصعيد الشخصي كيف تغيرت قبل وبعد 25 يناير؟ شو تغير فيه؟ بص هقول لك حاجه، الحدث اللي حصل في 25 يناير بعتقد ان كل الاشياء بعد قد اختلفت. يعني ده حدث اعتقد ان هو غير وجه الحياه في مصر، تغيير كامل، بعث روح جديدة في المصريين. فأنا بتصور إن كل شخص في ال 85 مليون قد بعث من جديد. فأنا على المستوى الشخصي شخص مختلف، يعني ما كان قبل الثورة يعني لم يعد تقدري تقولي بشكل حقيقي ان كلي على بعضي كده، بتصرفاتي الشخصيه، باتيتيودي في الحياه، بروحي، بمعاملاتي مع الناس، باسلوب شغلي قد اختلف. حسيت انه في شيء كنتوا تفكروه مستحيل طلع منه مستحيل؟ بالظبط، هو ده اللي حصل، ان الشعب المصري صنع معجزه حقيقيه. يعني الصحيح ان الالهام جاء من الثوره التونسيه، لابد ان نعترف ان الثوره التونسيه كانت الهاما كبيرا للمصريين، لانهم ادركوا الله ما فيها شعوب تستطيع ان تنجز، فينا نعمل. هي كانت المشكله ان احنا كله كان ساخط وكله كان محتقن وكله كان ناقم، لكن عارف انه اراده الفعل لوحده مش عارف لمين نشكي. يمكن بالظبط مش عارف ايه الطريقه، هل في طريقه ان الشعوب تستطيع انها تسقط انظمه بهذا الجبروت وبكل هذه الاله العسكريه اللي تمتلكها؟ فكانت الشعوب يأسة من امكانيه انها تصنع تغيير. اوعوا تكونوا فاكرين البلد سايبه، لا، البلد فيها حكومه، وحكومه من حديد، والحكومه دي هي انا. انت سامعني تقول له من مش بقول لكم فاكرينها سايبه، انا من حق اتكلم في المحمول بتاعي، وانا من حق اضربك. خالد، أفلامك كانت تنقل الواقع اللي أدى لثورة 25 يناير، يعني من الفقر، من الجهل، من العشوائيات اللي كانت موجودة. اليوم بعد ثورة 25 يناير أفلام خالد يوسف شو حتنقل؟ أي واقع رح تحكي عنه؟ رح تحكي عن المستقبل أو أي واقع؟ عشان الإنجاز الحضاري كبير لابد أن نتأمله جيدا ونستوعبه جيدا ونهضمه جيدا عشان نقدر نقدم فن على مستواه، ونقدر نكون، لأن الأفلام السينمائية تحديدا والروايات يعني في أدوات من أدوات التعبير الإنساني بتاخد فترة الاستيعاب والهضم زي السينما والرواية، فلا بد من فترة. الاستعجال في مرحلة ان انت هتقدم حاجة دلوقتي فورا، انا رأيي يعني يا اما تقع في خندق السطحية، يا اما تقع في خندق ان انت تعمل فيلم مش على قد مستوى الحدث، وبالتالي انا متوقف. يعني اليوم انت ضد كل شيء في افلام او مسلسلات عم تنعمل عن الثورة او نقل وقائع الثورة او شو صار او لا، انا مش ضد. انا مش ضد، اللي عايز يعمل ده حريته، لكن انا بالنسبة لي مش هعمل ده غير لما يبقى عندي رؤية ما في عايز، لو بفرض مثلا عايز اعمل فيلم عن الثوره، مش هعمل فيلم عن الثوره دي غير لما يبقى عندي حاجه ما نفسي ادلو بدلوي فيه، حاجه ما، رؤيه ما نفسي اقولها، لان احنا مش وظيفتنا التاريخ ولا التوثيق للثوره. طيب خالد، انت من الاشخاص كنا عم نشوفك نحن خلال 25 يناير الثوره، وقت المتحف الوطني كنت بس عم بتنادي العالم بس انه ليحموا، ويمكن من وراء ندائك انحمل متحف. اليوم شو بتحس بس بهيدا الموضوع بالذات؟ يعني فيما يتعلق بالمتحف، انا كنت جريت بعد ما شفت بدايه اعمال النهب في المصرف اللي جنب المتحف، جريت عشان اجيب الجيش مش عشان اعمل النداء.
ولما لقيت اللي قابلني العميد محمد اسماعيل بلغ وقال لي ان الحاجه مش هتوصل، المعدات يعني العسكريه اللي هتحمي المتحف مش هتوصل قبل ساعات، فخفت ان فتره الساعات ديت تكون الدنيا راحت يعني، فعملت النداء. بس عايز اقول لك الجمله اللي انا قلتها للعميد محمد اسماعيل اللي هو قائد المنطقه اللي كانت بتحمي الاذاعه والتلفزيون، قلت له ان لو مصر الثوره دي لو جت حرقت مصر كلها وهدت مصر كلها، في جيل هيجي يبنيها ويعمرها من تاني، لكن التراث اللي موجود في المتحف المصري لو راح ما حدش عارف يرجعه، وده تراث لا نملكه، ده ملك الانسانيه كلها، فلو احنا ما كناش امناء على هذا التراث يبقى احنا نستحق الاحتلال. وطي يالا. ابوك بيشتغل يالا؟ والله يرحمه مات من سنه. يعني يتيم. ما اعمل بلطجه بتاع سياسه ليه؟ مش تبص لمستقبلك احسن بدل المرمطه في المظاهرات؟ احنا لازم نخرج من هنا، ولازم اهالينا يعرفوا اننا محبوسين. يا ده اهاليك هم اللي جابوك هنا عشان ما عرفوش يربوكوا. رح يكون في بلاك ليست على اسامي معينه بتفكيرك والله لا، انا ضد. انا اول ما سقط مبارك وتعلن تنحيه بعدها ب3 دقائق طلعت على احد القنوات الفضائيه، وده موجود حتى على اليوتيوب تشوفيه. قالوا لي انت دلوقتي حاسس بايه؟ قلت لهم هذه لحظه انتصار كبرى بحاجه الى لحظه تسامح كبرى. يعني الشعوب بقى دلوقتي لابد انها تحضن بعضها من تاني، وحتى الناس اللي كانوا واقفين ضده واللي كانوا واقفين معاه، تعالوا نتكاتف عشان نبني مصر الجديده. يعني منك مع لا انا مش مع، لا مش مع الا فيما يتعلق بالناس اللي اجرموا في حق الصور، يعني الناس اللي استعدوا نصف الشعب المصري على نصفه الاخر، الناس اللي كان بسببهم قد يكون بسببهم تساقط شهداء، دول مش قادر اسامحهم. لكن فيما عدا كده لو في حد وكان واخد موقف مع النظام مبارك لمصلحه ما او لقناعه منه انه هو ده الاستقرار، انا مش يعني المقاصد في بعض الثورات ما اسهلها، لكن احنا عندنا مثال عظيم جدا في ثوره 52 لما حصلت الثوره وكان بيقودها ضباط احرار عسكريين كانوا ممكن يحولوها لبركه من الدماء، طلعوا الملك فاروق بره مصر وضربوا له 21 طلقه وادوا له تعظيم سلام. لما جه واحد من الوزراء منع ام كلثوم من الغناء في الاذاعه المصريه بعد الثوره اعتقادا منه ان ده يكرس لمفاهيم الثوره باعتبارها غنت للملك فاروق، جه عبد الناصر بهدله وقال البلد اللي تقصي صوت ام كلثوم بلد لا تستحق الحياه، وقال مقوله عظيمه. فتخيلي لو كان الفكر السائد فكر هذا الرجل اللي منع ام كلثوم، ما كانش عندنا دلوقتي سيده الغناء العربي. صحيح. فانا مع ان كتيبه التنوير في اي مجتمع هي كتيبه الفنانين، حتى لو تغيرت واختلفت مواقفهم وتباينت مواقفهم، فلا بد من الكتيبه دي تجتمع مره اخرى تلم بعضها عشان تدافع عن النور، تدافع عن ان المجتمع ده يروح لاقصى درجات النور، ما يروحش لدرجه من درجات الظلام. يعني قلبك ابيض تجاه كل الفنانين.